أنا بس عاوزة أقول لكم إن البيكنج أو الخبز في البيت كله متعة، وخصوصًا لما نكون عاوزين نعمل وصفة مميزة ومختلفة عن التقليدي، المتعة بتزيد أكتر. دي وردة الفراولة بحشوة فراولة بيتي بسيطة جدًا وعجينة في منتهى الطراوة. الريسيبي دي ما تتفوتش، لازم تجربوها. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. نحضر بقى العجينة الأول. هحتاج لكوباية إلا ربع من الحليب الدافي، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم تقليبة كده، وبعد كده أغطي الطبق وأسيب بقى الخميرة كده تنشط لمدة 10 دقايق. بالنسبة لمكونات الجافة أو الدقيق، استخدمت 3 كوبايات ونص من دقيق متعدد الاستخدامات ونخلته مرتين مع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلب كويس جدا جدا. كده خلاص الخميرة معايا نشطة وشغالة. هضيف عليها بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ مع معلقة صغيرة من الخل، محسن طبيعي طبعا للمعجنات. وهضيف كمان ربع كوباية من الحليب البودر. هقلب كويس جدا جدا لحد ما المواد السائلة ديت تكون ناعمة خالص معايا. نستخدم بقى العجان، ولو مش متوفر العجان مفيش مشكلة خالص، نقدر نعجن على ايدينا. العجينة بسيطة جدا وسهلة، مش معقدة خالص. نبتدي بقى دلوقتي نقلب العجينة بتاعتنا من وقت للتاني، بننزل الجوانب. واهم حاجة ان احنا نضيف الدقيق شوية بشوية واحنا بنقلب. حسيت بس ان العجينة ناشفة معايا شوية، فهضيف يا دوبك ربع كوباية بس من الحليب الدافي. واخر حاجة هضيفها نص كوباية من الزبدة الطرية جدا جدا بدرجة حرارة المطبخ. واعجن مدة ما تقلش عن 8 دقايق، ولو بتعجنوا بايديكم مدة ما تقلش عن 10 دقايق، لحد ما العجينة تكون طرية خالص زي ما انتم شايفين كده. مش قادرة اوصف لكم طراوة العجينة، في منتهى الجمال. شكلتها كده على شكل كورة كبيرة، وهجيب طبق ادهنه كده بالزيت، واحط العجينة وادهن وشها بالزيت، واغطيها بالاسترتش راب، واسيبها لحد ما تخمر معايا تماما براحتها جدا. بالنسبة بقى لحشوة الفراولة، هستخدم ربع كيلو بس من الفراولة، طبعا مغسولة كويس جدا ومتقطعة لمكعبات صغيرة. هضيف عليها كمان من كوباية إلا ربع الكوباية من السكر، وأرفعها على النار. كل ما بتعمل ريم بشيله كده بالمعلقة. ودلوقتي معايا معلقتين كبار من النشا، هدوبهم في معلقة كبيرة من المية الباردة، وهقلب لحد ما النشا يدوب تماما، وأضيفه شوية بشوية كده وأنا بقلب، لحد كده ما الفراولة تبتدي تتقل معايا بنفس الشكل ده. كده مظبوط جدا، مش هنرجع نهرسها ولا حاجة علشان نحس بطعم الفراولة بعد كده. ننقلها في طبق تاني ونسيبها لحد ما تبرد تماما. عاوزة أقول لكم إن طعمها يجنن. هجيب بقى صينية بتاعتي، ويفضل تكون أعرض من اللي أنا مستخدماها شوية. هحط فيها ورق من الزبدة. ورق الزبدة كمان هدهنه بدهنة بسيطة من الزبدة، بيدي كراست حلو جدا للعجينة من تحت، ولون كمان حلو قوي. كده خلاص العجينة بتاعتي ما شاء الله اختمرت، وزي ما انتم شايفين كده في منتهى الطراوة. والكاونتر كمان هرشه برشة بسيطة من الدقيق، وهدهن النشابة بالدقيق. ابتدي بقى افرد العجينة بتاعتي على شكل مستطيل، وما تقلقوش العجينة مش هتغلبكم خالص. اتعجنت كويس جدا جدا، وكمان مكوناتها في منتهى الجمال. فردتها كده على شكل مستطيل، وبعد كده معايا ربع كوباية بس من الجبنة الكريمي السادة بدون أي طعم. هبتدي أوزعها كده على العجينة، بتدي كمان طعم حلو قوي. لو مش متوفر مش مشكلة خالص، ممكن تستغنوا عن خطوة الجبنة. وبعد كده أبتدي أوزع الفراولة زي ما انتم شايفين كده، وأفردها كويس جدا على العجينة. لو اتبقى عندكم كمية من الفراولة مفيش مشكلة خالص، تقدروا تحتفظوا بيها في التلاجة. فردنا بقى الفراولة، نبتدي بقى دلوقتي نلف العجينة بتاعتنا على شكل رول. وأهم حاجة نظبط الرول كده من البداية عشان يطلع شكله مظبوط في النهاية. نقفل بقى على العجينة كويس جدا جدا، ونظبط كده السمك بتاعها تبقى كلها إلى حد ما قد بعض. وهجيب طبق يكون بيدخل الفرن، هدهنه كده بدهنة بسيطة من الزبدة، وأحطه كده في نص صينية بالظبط. وبعد كده أجيب بقى رول العجينة، ألفه كده على الطبق عشان يكون شكلها مفتوح من النص. ظبطوا بقى شكل العجينة كده، ما تقلقوش من حاجة، شدوها شوية مش هتتقطع معاكم ولا أي حاجة. نقفل بقى عليها كويس جدا جدا. وعلشان نحقق بقى شكل الوردة، هنجيب السكينة ونبتدي بقى نقطع كده زي ما انتم شايفين. أهم حاجة ما تبدأوش من فوق قوي، وبين كل تقطيعة والتانية بنمسح السكينة عشان ما نبهدلش شكلها. كده مظبوط جدا جدا. ناخد بقى كل فرع من الوردة كده ونقلبه كده على الجنب التاني. كده مظبوط جدا. وندهن كده الوردة بتاعتنا بدهنة بسيطة من الزبدة. تدخل الفرن درجة حرارة متوسطة من 25 ل 30 دقيقة، ونغطيها علشان ما تنشفش معانا. وبعد ما تبرد شوية نشيل الطبق كده من النص، ونبتدي بقى نزينها كده بشرايح من البرتقال مع الفراولة الصحيحة. وحطيت كمان شوية من الجبنة الكريمي. زينت كمان بالروزماري، ادى شكل حلو جدا وريحة كمان في منتهى الجمال. مش قادرة أوصف لكم جميلة قد إيه. غيروا كده في المعجنات بتاعتكم والمخبوزات، الشكل بيكون حلو والطعم في منتهى الجمال. لازم تجربوها. بألف هنا وشفا، وباي باي.